تيقوني الا قلت لكم بلي هذه ألذ واروع واسهل حلوه بارده توجدوها بلا فران بلا عجينه بلا جينواز. كتجي من اروع ما يكون توجدوها لاعياد ميلاد وليداتكم ولا لضيافكم، غادي تحمر لكم وجهكم وراها ما غاديش تبقى، ما غدوش معكم ساعتين د المكانه غتلقاوها تسالات. تبعوا معايا الفيديو الاخير وما تنساوش من قبل تخليو لي معكم واحد اللايك للتشجيع. على بركه الله كتاخذوا هنايا واحد المول اللي غادي ديروا فيه ولا بلاطو ولا شي حاجه بحال هكا اللي تناسبكم. خديت هذا الاطار هذا بالنسبه للعرض ولا الطول ديال هاد التورته، فانتوما كتختاروا اللي بغيتو. انا درتها شي شويه تكون هكا ما طويله ما صغيره. المهم بالنسبه للبسكوي فكتستعملوا اي بسكوي كيعجبكم. انا كنستعمل هاد البوتي هذا زوين دغيا كيذوب. غادي نصف الطبقه الاولى على هاد الشكل. اللي زوين في هاد الطورطه ولا هاد الحلوه بارده انها سهله دغيا كتوجد وكتجي اكثر من رائعه. ضروري تجربوها راه غتعجبكم بزاف. انا كنخليها غير المناسبات اللي كيكون عندي مثلا هكا شي ضيوف ولا شي مناسبه شي عيد ميلاد، لانها صراحه كتحمر ليا الوجه. خديت هنايا هاد نيسلي كراميل، درتو في هاد الميكا على هاد الشكل. كنت بغيت ندير خطوط مي تقطعت ليا ديك الميكا، ماشي مشكل. كنت بغيت نخلي غير خطوط ولكن غادي ندهن بهذا الشكل هكا. ديك الطبقه الاولى كلها غادي ندهنها بهاد نيسلي كراميل، وغادي نزيد فوق منه طبقه ثانيه ديال هاد البسكوي. المهم الطبقه الاولى كنديرها على جوج مرات بحال بحال الشكل اللي كتشوفوا نتوما. صافي غادي نزيد من بعد هاد نيسلي هكا درتو غير خطوط بهذا الشكل هكا. غادي ندوز دابا باش نوجد الكريمه. الكريمه ضروري تكون عندكم في الثلاجه، يعني تكون في الثلاجه باش كتطلع لكم دغيا. الا كانت سخونه راه ما غاديش تطلع لكم. ها نتوما شفتوا دغيا طلعت لانه انا كانت بيته عندي في الثلاجه، فمجرد ما شعلت الميكسور دغيا طلعت ليا هاد الكريمه. صافي كيف ما كتشوفوا. بالنسبه للكريمه فانتوما ممكن ديروا لها اي اضافه كتعجبكم. انا نوريكم شنو درت لها. انا درت لها هنايا واحد الجبن طاري، هاد بيرلي هذا درت جوج ديال العلب، درتهم على دفعات. درت العلبه الاولى عاد من بعد درت العلبه الثانيه. ممكن تعوضوها بجبن، ممكن ديروا اللي بغيتو. المهم راه كيعطي واحد المذاق زوين. زدت هنايا واحد جوج معالق ديال هاد نيسلي كراميل باش كيبنن لينا داك الكريمه. انا هاد الكريمه راه ما زدتلهاش السكر لان نيسلي كراميل حلو، فجات الحلاوه هي هذيك. انا ما كتعجبنيش ديك الحلوه اللي كتكون حلوه بزاف كتكهمك بداك السكر. فبهاد الطريقه هذه ما زدتلهاش السكر فراها كتجي هي هذيك. يعني هي اصلا ما كتكونش حلوه بزاف، كتجي المذاق ديالها مواتي مع هاد الكراميل. كيف شفتوا زدت لها واحد العلبه واحده اخرى ديال داك الجبن طاري. صافي غادي نعاود نخدم على هذا الشكل هكا. صافي غادي نحبس وغادي ندوز باش نقاد الحلوه ديالنا. صافي غادي ناخذ الكريمه، غادي ندير الطبقه الاولى ديال الكريمه. الطبقه الاولى من الاحسن تكون هكا شي شويه يعني مغليظه شي شويه، ما تكونش رقيقه بزاف باش كتجي واقفه وباينه. ها انتم نحاول نقادها بهذا الشكل هذا. حاولوا تقادوا لها الوجه مزيان. صافي غادي ندير دابا الطبقه الثانيه ولا الثالثه ديال البسكوي على هذا الشكل هكا. كيف ما كتشوفوا حاولوا تقادوه، حطوه وديروا وحصروا عليه بيديكم باش يجي شي شويه مقاد، ما يجيش جهه طالعه وجهه هابطه. دوك الجوانب راه كنقطع البسكوي على هذا الشكل هذا. غادي نستمر نزيد الطبقه الثانيه ديال الكريمه ومن بعد نزيد البسكوي، وانا غادا حتى كنكمل الطبقات كاملين يعني حتى كنطلع المول الفوق. المهم نتوما الحجم ديال العلو ديالها نتوما كتحكموا فيه واش بغيتوها تكون رقيقه ولا تكون طالعه. صافي غادي نزيد هاد الطبقه كيف ما كتشوفوا. هنايا الطبقه الاخيره هانتوما قديتها بالبسكوي وغادي ندير الكريمه من الفوق وغادي نحاول نقاد ديك الكريمه مزيان باش لان الوجه ديالها خصو يجينا مقاد ما يجيناش هكا مخربق. نتوما الا كان عندكم الوقت من الاحسن خليوها هكاك في داك المول حتى كتبرد مزيان عاد كديموليوها. انا ما كانش عندي الوقت، كانت خاصني ضروري نحطها يعني تبرد ليا بالزربه، فديموليتها في البلاصه وحاولت نقدها مزيان من الجوانب ومن الفوق بهذه الطريقه هذه. ولكن كيف قلت لكم من الاحسن تخليوها حتى تبرد مزيان في الثلاجه عاد ديموليوها باش كتبقى مقاده. المهم معليش انا كيف قلت لكم مع مزروبه قديتها على هذا الشكل هذا. خديت هذا دانيت شوكولا ولا ممكن ديروا الكريمه مع الشكلاط تذوبوهم، كيبقى لكم الاختيار. انا كيف قلت لكم يعني سهله سريعه دغيا كنوجدها، ما كتاخذش مني وقت بزاف.
فخديت هاد الياغورت هذا واجد، درته من الفوق على هاد الشكل هذا. حاولوا تقدوه حتى هو مزيان. بالنسبه للتزيين فممكن تزينوا بالطريقه اللي بغيتو. انا درت معكم هاد الزين هذا اللي بسيط وكيجي زوين بزاف. الزين ديال الملفاي. خديت هنايا الكراميل، درتو حتى هو في هاد غير في هاد البلاستيكه هذه، وغادي ندير خطوط على هاد الشكل. انا بغيت نزوقها على شكل ملفاي. كيف ما كتشوفوا غادي نعاود على ديك الخطوط مزيان لانهم رقاقين، وصافي غادي ناخذ واحد الموس ولا عود ولا اللي كان عندكم، وغادي نبدا نشكل هاد الخطوط على هاد الشكل هادو. ثقوا بيا لو قلت لكم راها كتجي رائعه، راه كيتخاطفوا عليها بقوه ما كتجي بنينه بنينه بزاف وبارده لهاد الحراره، يعني غتعجبكم بزاف وليداتكم غادي يحماقوا عليها. صافي غادي ندخلها للثلاجه تبرد، ضروري خليوها تبرد على الاقل واحد ساعتين ديال المكانه، وقدموها بالصحه والراحه. وما تنساوش تخليو لي معكم واحد اللايك الا عجبتكم الوصفه، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. بسلام عليكم.